يوحنا التلميذ المحبوب للكاتب هوجو بوتر. بالرغم من إن الرب يسوع اختار 12 تلميذ علشان يتبعوه، إلا إنه كان بيميز 3 منهم بمعاملة خاصة، وهم بطرس ويعقوب ويوحنا. ال3 دول رافقوه في مواقف خاصة جداً، في منزل يايروس، على جبل التجلي، وفي بستان جثماني. ربنا سمح ليهم يكونوا قريبين منه في لحظات فيها مجده وأحياناً ألمه، عشان يشوفوا عظمته ويكونوا شهود عليه. الكاتب بيكلمنا عن 5 مواقف اتذكر فيهم يوحنا بوصفه التلميذ اللي كان يسوع بيحبه، وكل موقف منهم ليه رسالة خاصة. أول موقف العلية، يوحنا 13. أول مرة اتقال فيها عن يوحنا التلميذ اللي كان يسوع بيحبه كانت في العلية، لما كانوا التلاميذ متجمعين مع يسوع قبل الصليب. في المشهد ده يوحنا كان قاعد جنب يسوع وساند راسه على صدره، وفي لحظة فيها توتر وقلق بين التلاميذ، بطرس كان متسرع ويهوذا كان بيخطط للخيانة، لكن يوحنا كان قاعد في سلام. الكاتب بيقول إن يوحنا كان حاسس بمحبة الرب ليه، وده إداله راحة وسط الزحمة والقلق. زي ما كان الابن موضوع محبة الآب، يوحنا كان موضوع محبة الرب. وبيقول الكاتب إن إحنا كمان نقدر نستمتع بنفس المكان لو فهمنا محبة الآب لينا، محبة تملانا بالسلام وتفتح أذهاننا. وفي نفس الإصحاح بنشوف الرب يسوع بيغسل أرجل التلاميذ، وده تعبير عن إنه خادمهم بيطهرهم وبيكشف ليهم قلوبهم، خطايا بطرس وأفكار يهوذا الشريرة. والمكان اللي أخده يوحنا هو صورة لمكاننا كأولاد الله، متحدين بالمسيح وسط عالم رافض للرب. لو فهمنا الشركة الحقيقية مع الرب، هنطلب الطهارة وهنعيش جوه الأقداس ونقدم ليه ذبائح روحية تليق بيه. تاني موقف عند الصليب، يوحنا 19. المشهد التاني اللي ظهر فيه يوحنا بوصفه التلميذ اللي كان يسوع بيحبه كان عند الصليب. في الوقت ده كانت مريم أم يسوع واقفة مع نساء تقيات، وكان يوحنا واقف معاهم. الكاتب بيقول إن وجود يوحنا هنا مش صدفة، لأنه كان دايماً قريب من الرب حتى في لحظة الألم. وبيضيف الكاتب إن ده مكاننا إحنا كمان، نقف عند الصليب ونفهم إن الرب حمل خطايانا ومات علشان يحررنا من عبودية الخطية والدينونة. الصليب مش بس مكان خلاص، لكنه كمان المكان اللي بيجمعنا كعيلة واحدة، أهل بيت الله، واتربطنا فيه بوحدة المحبة. ثالث موقف فجر القيامة، يوحنا 20. المشهد الثالث كان يوم القيامة، في الصبح بدري لما يوحنا جري على القبر مع بطرس. الكاتب بيقول إن اللي حرك يوحنا هو محبته، علشان يكون شاهد على قيامة الرب. وبيوضح إن قيامة المسيح مش مجرد حدث تاريخي، لكنها إعلان عن اتحادنا بيه وكوننا خليقة جديدة متحدين معاه في قيامته. الكاتب كمان بيشجعنا إننا ناخد مكاننا عند القبر الفارغ، ونفهم إن الرب اللي كان على الصليب كخروف الفصح الحقيقي قام من الموت كحزمة أول الحصاد، وظهر لتلاميذه عشان يعلن مجده ويثبتهم في الإيمان. الموقف الرابع عند بحيرة طبرية، يوحنا 21. في المرة الرابعة يوحنا اتذكر مع بطرس عند بحيرة طبرية. بطرس كان راجع لشغله القديم كصياد، وقال أنا رايح أتصيد، والباقيين قالوا إحنا كمان جايين. لكن الرب يسوع ظهر ليهم الصبح عند الشاطئ وغير مسارهم من صيادين سمك إلى صيادين ناس. في المشهد ده يوحنا كان حاضر وشاهد، وكان من أوائل اللي ميزوا إن اللي واقف على الشاطئ ده هو الرب. يوحنا كان دايماً عنده تمييز روحي، وكان حساس لحضور الرب لأنه كان قريب منه. خامس موقف بعد ما اتغدوا، يوحنا 21. آخر مرة اتوصف فيها يوحنا بأنه التلميذ اللي كان يسوع بيحبه كانت بعد ما التلاميذ اتغدوا مع الرب. وقتها يسوع كلم بطرس عن خدمته المستقبلية،
ولما بطرس شاف يوحنا سأل: وماذا عن هذا؟ فرد الرب يسوع وقال له: إن كنت أشاء إنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ الكاتب بيشرح إن المشهد ده بيكشف لينا دوافع الخدمة، وبيوضح إن المحبة للرب هي المحرك الأساسي للخدمة الحقيقية. المحبة دي بتخلي مشاعرنا وأفكارنا تتحرك عشان نكرم الرب ونخدم الآخرين بحسب مشيئته. يوحنا اللي استراح على صدر الرب هو نفسه اللي اتجهز علشان يكون خادم ناضج، بينمو روحياً وعنده رؤية وتمييز. وده هو النصيب المبارك لكل أولاد الله: القرب من الرب، النمو في محبته، والاستعداد للخدمة بكل أمانة. الكتاب مليان بالتفاصيل، بنشجعك تقراه وأكيد هتستفاد أكتر. ربنا معاك.